ذرة كربون صغيرة بس بتغير شكل العالم. اكتشف الحكاية في البودكاست. أهلا بيكم في بودكاست كربون، معاكم أحمد رجب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كربون. النهاردة الحلقة شيقة جدا، هنتكلم عن موضوع أعتقد خلاص كل الناس دلوقتي بتتكلم فيه، وأسئلة كتيرة ومش ملاحقين على الأبديتس اللي بتحصل يوم بعد يوم. فعشان كده احنا النهاردة معانا ومعاكم واحد من أهم الناس اللي بتتكلم في ال AI ومتخصص جدا في الموضوع، المهندس محمد عباس ألمظ. منورنا النهاردة. ازيك يا هندسة؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ تمام 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 طبعا. أولا أنا بشكرك جدا على اللي أنت يعني وقتك الثمين، وإن أنت أخيرا ظبطنا الحلقة. احنا الحمد ال- لله. الحلقة دي من أغسطس 2024، يعني تقريبا بقالنا سنة وأربع شهور بنحاول نظبط وقت يعني. بس الحمد لله يعني حصل يعني. باشمهندس محمد ما شاء الله يعني خبرة كبيرة جدا في الاويل اند جاز، تحديدا في مجال البروسيس كنترول. متعمق جدا في الاي اي، من اوائل الناس، من البايونيرز اللي كانوا بيتكلموا على الاي اي ابلكيشن في الاويل اند جاز في اكتر من اسبكت جوه الاويل اند جاز اندستري. فيسعدنا ويشرفنا ان احنا يبقى معانا المهندس محمد النهارده، وانا هسيب لك المايك برضو وتعرفنا بنفسك يعني يا هندسه. اتفضل. شكرا يا باشمهندس احمد. انا محمد عباس الماظ. عندي خبره حوالي 25 سنه في مجال البروسيس كنترول. بحب البروسيس كنترول، وتدرجت في اكتر من بوزيشن في البروسيس كنترول، واشتغلت في اكتر من اسبكت فيه. اشتغلت في المينتننس، في الانجينيرينج، في الديفلوبمنت بتاعت ابلكيشنز، بروجكت مانجمنت. واشتغلت برضو في الار ان دي. وحسيت في النهايه ان انا في جزء ناقصني، وهو الجزء بتاع السيلز. ففضلت مؤخرا ان انا ادخل الجزء بتاع السيلز ده. وحاليا انا جلوبال بري سيلز ليدر في واحده من الشركات الكبيره في مجال البروسيس اوتوميشن. معايا ام بي اي من جامعه برادفورد. زي ما انت قلت يا احمد، يعني انا دخلت في الفيلد بتاع الاي اي من فتره كبيره. انا دايما بحاول اشوف ايه الحاجات اللي حوالين البروسيس كنترول اللي مكمله ليه، وبحاول دايما ان انا اتعلم في المجال ده، خاصه ان البروسيس كنترول نقدر نقول ان هو زي عقل للشركه. فبيتاكل اكتر وبينتراكت مع اكتر من حاجه، مع ميكانيكال، مع السيفتي. فالواحد بيحب دايما ان هو يشوف المجالات التانية والجديدة فيها ايه، بحيث ان هو يقدر يتعلم، وبحيث ان هو يقدر يبقى مفيد للمجالات التانية في شغله. انا شايف ان المقدمه دي انت اختصرت عليا ان انا ارجع تاني ونتكلم في لب الحلقه النهارده يعني. ان شاء الله. اولا طبعا ما شاء الله يعني باشمهندس محمد غني عن التعريف وبروفايل قوي جدا، واحنا دايما في كربون بودكاست دايما بنستهدف ان احنا نستضيف الناس الهاي بروفايل، الشيري اون ذا توب زي ما بنقول كده. بحيث دايما ان التارجت، احنا لما بدأنا البودكاست كان التارجت ان احنا ننقل او يعني ننشر الخبرة بتاعت الناس الكبيرة ديت مع كل الناس اللي موجودة، سواء إذا كانوا حديث التخرج أو لسه بيبدأوا الكارير، أو حتى اللي زي حالتي كده اللي في بدايات مشوارهم يعني. فأنا بشكرك تاني يا باشمهندس محمد على وقتك، وإن أنت هتشاركنا النهاردة معلومات قيمة جدا. إحنا قعدنا فترة طويلة بنجهز للحلقة دي. حقيقي. آه، و- وانا مش هنسى ان احنا كنا بنتكلم، فقلت لي ده انا في موضوعين وحصل ابديت، وكويس ان احنا ما اتكلمناش فيهم يعني بالذات الموضوع الاي اي ده، الابديت فيه او الابجريد اللي بتحصل يوم بعد يوم سريعه جدا يعني. طيب. انت وفرت عليا تاني في المقدمه، زي ما حضرتك قلت موضوع الاي اي دوت بقى ترندنج، بالذات مع وجود، انا دايما بحب يعني نسمي الاشياء بمسمياتها كده، الجين اي اي او الجنريتيف اي اي واستخداماته.
تحت بقى الامبريلا الكبيره بتاعت الاي اي، سواء اذا كانت ماشين ليرنينج او ديب ليرنينج او وات ايفر، يعني كل الروبوتكس وكل الحاجات التانيه اللي تندرج تحت الاي اي. ولكن موضوع الاي اي فعلا بقى ترندنج، وبقى احنا شايفين اهميته دلوقتي. الناس كلها بتتكلم عليه، الناس كلها بتتكلم على طب هل في تطبيقات فعلا في الكارير بتاعنا احنا في الاويل اند جاز؟ هل في خطر على الجوب سكيور بتاعنا، وان احنا مثلا الامان الوظيفي، او ان ده هيستبدلنا، او اسئله كتيره جدا. بس احنا قبل ما نخش في الاسئله الكتير والمعضلات اللي موجوده حاليا حوالين الاي اي، احنا الاول عايزين نتكلم هو ايه اللي حصل، او ايه الدرايفر، ايه الدافع اللي خلى الاويل اند جاز اندستري النهارده تتبنى على طول الاي اي بشكل سريع. يمكن انا عندي تحفظ شويه، ممكن حضرتك تتفق او تختلف معايا، بس انا كنت دايما شايف ان الديفلوبمنت في مجال الاويل اند جاز بطيء مقارنه بالصناعات التانيه. يعني مش بتكلم عن البروسيس كنترول طبعا، البروسيس كنترول هو اتاشت بصناعات تانية، فعشان كده متطور جدا. انما كاويل اند جاز تكنولوجي اتسيلف، الديفلوبمنت بتاعها بطيء جدا. ايه اللي خلى كل الاويل اند جاز والبتروكيميكال تجري على طول على الاي اي ابلكيشن وتعمل لها ادوبشن دلوقتي، يبقى في ساينرجي وفي ايمرجنج للتكنولوجي دي؟ طيب، أنا قبل بس ما أجاوب يعني حابب أقول تعليقات سريعة على اللي أنت قلته. أول نقطة، يعني خلينا ناخد بالنا إن أي معلومة أنا هقولها النهاردة هي valid بتاريخ النهاردة، لان زي ما انت قلت الفيلد بتاع الاي اي التطور فيه سريع جدا. يعني بعيدا عن الاويل اند جاز، يمكن شفنا التسارع اللي حصل في شهر مثلا ديسمبر بالنسبه لحاجه زي جيميناي، او المنافسه اللي ابتدت تظهر بشكل قوي ما بين الجيميناي وشات جي بي تي ومؤخرا جروك. فدي نقطة مهمة جدا، إن أي معلومة هنقولها النهاردة هي فاليد النهاردة، لأن حاليا احنا داخلين في اكسبوننشال كيرف للاي اي، وبالتالي توقع اللي هيحدث بكرة صعب جدا. صحيح. النقطة الثانية، يعني زي ما أنت قلت كده، احنا حاولنا نقسم المواضيع اللي هنتكلم فيها لجزئين. النهارده ممكن هتكون معلومات اكتر عن حاجات حقيقيه موجوده، او حاجات خلاص الناس اتكلمت فيها وحصل كونفirmation عليها. وفي مم. الحلقه الجايه ممكن هيكون الكلام اكتر على الفيوتشر، فهيكون اكتر وجهه بالظبط. نظر ممكن يحصل عليها ديبيت ما بين حد للتاني. فنرجع للسؤال، ليه الاي اي دلوقتي بقى مهم بالنسبه للاويل اند جاز؟ اول حاجه يعني لازم نعرفها ان في احصائيات كتير جدا بتتكلم ان الفتره الجايه اللوس في الورك فورس الحاليه اللي موجوده في الصناعات بشكل عام هتبتدي تطلع لفتره معاش. مم. وبالتالي في تقديرات، التقديرات دي برضو هنقول ان هي ديبيتبل، بس هي من اكتر من سورس، كله بيتكلم في رينج حوالي 50% ما بين سنه 2027 و2030. 50% من العماله الحاليه هتطلع للمعاش، وبالتالي احنا هنفقد النولج بتاعتها. ممكن ده مش ظاهر بصوره كبيره في الاويل اند جاز، بس انا من واقع خبرتي اللي بشوفها بلاقي ان شركات الانجينيرنج خاصه ممكن تلاقي شخص خلاص عدى ال70 والشركه لسه متمسكه بيه نتيجه النولج اللي عنده من قبل كده، بس هيجي وقت ومش هنعرف نحتفظ بالنولج دي. وبالتالي كان لازم يبقى فيه كونتينر يقدر يحتوي النولج دي، ويضمن ان هي هتتم الترانسفير بتاع النولج ده هيتم بصوره مناسبه، وبصوره يعني تحافظ على النولج دي. فالناس لقت ان الاي اي ان جنرال هو واحد من الصور اللي ممكن تضمن الترانسفير بتاع النولج ده. فدي تمام. اول فاكتور ساعد في عمليه تسريع تبني الاي اي بداخل الاويل اند جاز، برغم ان انت زي ما قلت وانا متفق معاك 100%،
ان الاويل اند جاز نظرا لطبيعه الصناعه فهي صناعه متحفظه. دايما بتشوف مش موضوع تبني تكنولوجي وبس، لا ده ممكن تلاقي ان مثلا الانفراستراكشر حصل لها ايجنج ومحتاجه تبديل، ومع ذلك ما يحصلش التبديل ده. وده هينقلنا للسبب الثاني في موضوع الدرايفرز لناحيه الاي اي، وهو ان الانفراستراكشر دي بقت متهالكه. الناس حاولت تحافظ عليها لمدة طويلة جدا، ولكن وصلنا لمرحلة إن هي تهالكت خلاص، محتاجين نضطر نغيرها. طيب لما هنيجي نغيرها ده هيحصل مشاكل كبيرة جدا. الداتا دي هتتنقل ازاي؟ ازاي اقدر صحيح. احافظ على الهيستوري بتاع البلانت دي؟ البلانت دي ما بتبقاش يوم يومين زي ما النولج بيحصل لها اكيميليشن، الداتا كمان بيحصل لها اكيميليشن. فازاي اقدر احافظ على الداتا دي؟ والاهم من ان انا احافظ عليها، مش ان انا احافظ عليها بالصوره القديمه اللي كانت بتحصل، ان انا مثلا باخد باك اب للهيستوريان وبعد كده عمري ما بشوفه تاني. لا، ازاي احافظ عليها؟ بمعنى ازاي اقدر احول الداتا دي لانفورميشن. وبالتالي انا محتاج جزء داتا اناليتكس، انا محتاج جزء ارتفيشال انتليجنت. فكل ده ساعد على تبني سريع للاي اي. الداتا دي تنقلني تاني للسبب الثالث، وهو ان احنا لو كنا بنتكلم زمان ان السيستمز مثلا بتاعتي كلها عباره عن وايرنج، والوايرنج ده ليه كوست، وبالتالي كان في ضروره لان انا اعمل اوبتمايزيشن في الداتا اللي انا محتاجها. لقينا ان في خلال ال 20 سنه دي تم تسارع رهيب للداتا، وبقت الداتا دي حصل لها اوفرلودنج. يعني زمان لو حاولنا نقارن مثلا اتش ام اي لاوبريتور دلوقتي لاتش ام اي مثلا من 15 سنه، ممكن تلاقي ان الاتش ام اي من 15 سنه كان حصل عليها اوبتمايزيشن. كانت الداتا اللي ظاهره على السكرين ويل كنترولد، انا عارف انا بحط ايه. نظرا ان انا مثلا عندي البروسيسورز بتاعتي ليها سعه معينه ما اقدرش ازودها، فبالتالي كنت بحافظ على الداتا اللي موجوده عندي. كنت بحاول اعمل الاوبتمايزيشن ده. دلوقتي لا، الداتا بقت الكوست بتاعها ارخص كتير جدا، وبالتالي حصل عندي اكيميليشن لداتا بشكل كبير جدا، بقى اكبر من استيعاب الناس. يعني هل العقل البشري قادر على استيعاب كل كميه الداتا اللي موجوده قدامه دي، وان هو بيتنقل بين مثلا 15 او 20 ديسبلاي عشان يكنترول يونت؟ مثلا لو اتكلمنا على ريفورمر، هل هيقدر يستوعب كل الداتا دي، ولا انا محتاج مساعده، محتاج حد يقدر يحلل ده في الباك جراوند، وارجع تاني اوري للاوبريشن انفورميشن وليس داتا فقط. انا يهمني ان هو يقدر ياخد قرار، يقدر ياخد ديسيجن. فدول ثلاث اسباب رئيسيه موجوده اوريدي جوه مواقع البترول، ودفعت لتبني اسرع للاي اي. بالاضافه صحيح. للثلاث اسباب دي، في انيشيتيفز بقت موجوده دلوقتي. يعني لو جينا نتكلم مثلا على السستينابيلتي او النت زيرو، كل دي انيشيتيفز جديده الاويل اند جاز مضطر يتبنيها حسب سياسات الدول او حسب السياسات العالميه. وفي نفس الوقت المصانع او البلانس الحاليه كانت غير مجهزه اساسا لجمع الداتا دي. فالداتا مثلا زي الداتا بتاعت الاميشن او الانرجي افشنسي، الكلام ده كله مش كل المصانع كانت موجوده عندها تقدر تحسب الحاجات دي. طيب انا دلوقتي عايز احسب الحاجات دي. فدي في النهايه اربع اسباب رئيسيه لتبني الاي اي. ما نقدرش نقول ان كل الشركات هيبقى عندها الاربع صحيح. اسباب دي او محتاجه تتبنى الاربع اسباب دي، بس على الاقل هيبقى في سبب منهم كافي لي ان انا ابتدي افكر في الاي اي بصوره او باخرى.
طيب يعني واضح جدا يا باشمهندس محمد، حضرتك كفر كده الاربع اسباب زي ما حضرتك قلت، وموضوع النوليدج لوس وموضوع السستينابيليتي والانيشيتيفز اللي موجوده حاليا، بالذات الموضوع النت زيرو او الكربون نيوتراليتي. كمان زي ما انت قلت كده ان اغلب الاسيتس اللي موجوده دلوقتي اللايف تايم بتاعها بقى لها في بلانس بقى لها 20 و30 و40 سنه. والداتا اوفرلود، احنا كل يوم بنجنريت يعني مليونز اوف جيجا بايتس من الداتا في كل البلانس. فاعتقد يعني ده الوقت اللي احنا لازم فعلا ناخد فيه الداتا دي ونبدا لان هي الداتا دي فاليو، هي زي ما بيقولوا كده الجماعه بتوع الاي تي، هي الداتا دي هي الاويل بتاعت العصر الحديث يعني. فبالتالي حقيقي. احنا لازم بالتالي لازم ناخدها ونحاول نطلع منها فاليو هتوفر علينا وقت كبير جدا. ولكن انا شايف يعني برضو لو تسمح لي، هي الدوافع القوية جدا او اللي انا شايفها فعلا حاجة urgent شوية. ولو انا هرتبهم كده من الاولويات، موضوع النوليدج لوس، لان فعلا احنا دلوقتي بنشوف ناس اكسبرتس او سبجكت اس ام ايز سبجكت ماتر اكسبرتس في مجالات مختلفة كتير، بدأوا خلاص يعني وقت التقاعد او ان هو خلاص يعني سنه كبر، يعني مش هيقدر يكمل شغل او ايا كان. فاغلب الشركات بتعتبر الناس دي كاسيتس، فطبيعي ان هو لما هيمشي ان احنا بنلوز الاكسبيرينس دي. فبيحاولوا ان هم يترانسفير النولج دي عن طريق الاي اي، عن طريق ايجنتس او وات ايفر، ان احنا نكيب الاكسبيرينس دي within الكومباني. موضوع الداتا اوفرلود برضو ده مهم جدا، موضوع ان احنا بقى يبقى عندنا جنريتنج داتا كتيره جدا، فده يسهل علينا حاجات كتيره دلوقتي في الشغل، وديسيشن ميكنج بقت اسهل او مش اسهل، بقت اوضح شويه ان احنا ناخد قرار او نبني قرار بناء على اساس الداتا اللي موجوده. طيب باشمهندس محمد، خلينا نتكلم بتفصيل شويه بقى على الابلكيشن بتاعه الاي اي. احنا طبعا عندنا مجالات كتيره جدا في الاويل اند جاز، عندنا البروسيس انجينيرنج، عندنا الميكانيكال انتجريتي والاسيت انتجريتي والريلابيليتي، عندنا البروسيس كنترول، عندنا حاجات كتير. فخلينا كده يعني نبدا الاول، بما ان انت معانا النهارده في الحلقه، فنتكلم على الاوتوميشن والبروسيس كنترول، وتدينا كده يعني مور انسايتس، او ان احنا كده ناخد نظره عميقه شويه على تطبيقات الاي اي في البروسيس كنترول والاوتوميشن. طيب، خليني برضو ابتدي قبل ما ابتدي في مجموعة من التطبيقات، اقول ان الاي اي او الارتفيشال انتليجنت ده ليه صور كتيرة جدا. ولو فكرنا بشكل يعني عميق شوية، هنلاقي ان الاي اي فعليا هو ابتدى من زمان جدا. من اول ما كنت ممكن اكتب بيزك كود بسيط جدا، x equal 1 y equal 3 print x plus y. ده يعتبر جزء من الارتفيشال انتليجنس، لان مش انا اللي بفكر وبدي الاجابه، دي الماشين هي اللي بتفكر وبتدي الاجابه. فخليني ارجع كده بالوقت وبالذاكره شويه لاول مكان انا اشتغلت فيه سنه 2001. اول ما دخلت المكان ده كان في اوضه موجوده جنب الكنترول روم. الاوضه دي اسمها اي بي سي روم، ادفانسد بروسيس كنترول. والادفانسد تمام. بروسيس كنترول هو نوع من انواع الارتفيشال انتليجنس، وبالتالي ده يالاين شويه مع اللي انت قلته، ان يمكن البروسيس كنترول كانت بتتبنى التكنولوجي من زمان، يعني صحيح. ممكن قبل اي حد تاني. فالادفانسد بروسيس كنترول كان عباره عن شويه مودلز، والمودلز دي انا بقدر اقول له والله انا دلوقتي عايز مثلا آه، اعلي الانتاج او اقلل الكوست بتاع البرودكشن بتاعي. وبناء على شويه الانبوت اللي انا بقولها له ده، بيبتدي هو يحدد ايه السيت بوينتس المناسبه لمجموعه من الوحدات، ويبتدي يبعت السيت بوينتس دي للكنترول سيستم. الادفانسد بروسيس كنترول في خلال سنوات العمل بتاعتي دي، كنت ممكن الاقي شركه مشغلاه فعليا، ممكن الاقي شركه مش موجود فيها ادفانسد بروسيس كنترول، وممكن تلاقي شركه عندها ادفانسد بروسيس كنترول ولكن هو ان اكتف، هو مش شغال، هو مجرد اوضه. طب ايه اللي كان بيخليه هو مجرد اوضه؟
لانه هو كانت المودلز بتاعته ثابته، وبالتالي المودلز بتاعته دي ما كانتش داخل فيها، او كان صعب جدا ان انا ابتدي ادخل فيها ان الماشينز بتاعتي والمعدات بتاعتي بتتهالك مع الوقت، البرفورمانس بتاعتها مش زي الاول. لو السيت بوينت بتاعتي دلوقتي اكس هي مناسبه، هي ممكن بعد كده لا اكس ماينس شويه او اكس بلس شويه، نتيجه الديجراديشن اللي بيحصل في الايكويبمنتس بتاعتي. فده كان واحد من الفاكتورز اللي بتاثر عليا في موضوع ليه الاي بي سي مش شغال. طيب حاجه تانية زي مثلا الكواليتي بتاع البرودكت بتاعي. يعني انا لو عندي مصنع مثلا شغال على النفطه مثلا، النفطه دي مش كل النفطه اللي داخله نفس الكواليتي، وبالتالي فرق الكواليتي ده اللي هو داخل حتى لو كان فرق بسيط كان بيخلي السيت بوينتس بتاعتي فيها تغيير شويه، وبالتالي كان العنصر البشري كان دايما اذكى من الاي بي سي، برغم ان كنا برضو بنجمع كميه داتا كبيره جدا، وبرغم ان كان ممكن يكون عندي حاجه جوه السيستم تقدر تقول لي مثلا حاجه زي الديجراديشن شكله ايه. يعني مثلا لو جينا نتكلم على حاجه زي الهارد كوميونيكيشن بروتوكول اللي بيبعت لي الانفورميشن اللي جايه من الديفايس نفسه، ده الهارد موجود من زمان، وبعد كده حتى دخلنا في فيلد باس وبقت كميه الكوميونيكيشن اللي جايه لي او كميه الداتا والانفورميشن كميه كبيره جدا، ولكن كانت غير مستغله. دلوقتي بقى عندي ما يسمى بالادابتيف اي بي سي او الادابتيف ادفانسد بروسيس كنترول، وده معتمد على ان الموديل بتاعي اللي محطوط موديل دايناميك، يعني يقدر يبتدي يتعامل مع التغيرات اللي موجوده في المعدات بتاعتي، او التغيرات اللي موجوده في البرودكت بتاعي، التغيرات اللي موجوده في الجو بتاعي وتاثيرها على العمليات. كل ده بقيت اقدر ادخله جوه الموديل، وبالتالي بقى الموديل ده بيقدر يديني سيت بوينت بشكل افضل. مش بس كده، انا بقى السيت بوينتس دي اقدر اعمل عليها اوبتمايزيشن كمان. يعني ممكن اخلي مثلا الادفانسد بروسيس كنترول معتمد على فاكتورز زي تهالك المعدات بتاعتي او الجوده بتاعه المنتج بتاعي، او الجوده بتاعه الفيد بتاعي، وممكن ابتدي اعمل اوبتمايزيشن حسب مثلا حاله الجو، حسب الليل والنهار، حسب درجة الحرارة الحالية، حسب سرعة الريح لو في أي عمليات متعلقة مثلا بالريح، لو بيجي لي أي فيد مختلف مثلا زي الكهرباء جاي لي من شركة تانية، أقدر أبتدي أعمل أوبتمايزيشن بيزد على كل الحاجات الدايناميك اللي هي أنا مش متوقعها. فبقيت كمان في ليفل تاني فوق الادابتيف بروسيس كنترول. ده عمل جامب لما يسمى الاوتونوموس كنترول، ان انا يبقى عندي اقدر اعمل كومبلكس ورك فلو. الكومبلكس ورك فلو ده مش محتاج حتى تدخل ادمي عشان يقدر يتحكم في اليونت دي. طبعا زي ما انا قلت الجزء الاولاني ده مبني على فاكت، يعني الناس وانا بتكلم على اوتونوموس كنترول، ده مش كلام خيالات. اي حد هيدور في الانترنت على اوتونوموس كنترول ويقلب على نيوز هيلاقي فيه كذا خبر موجود على يونتس شغاله بقالها شهور عن طريق اوتونوموس كنترول بدون اي اوبريتور. الكلام ده موجود في اكتر من جهه، موجود في تجارب كتيره جدا في دول جنوب شرق اسيا، في تجارب كتيره موجوده في امريكا، وفي تجارب ابتدت دلوقتي في منطقه الشرق الاوسط. فالاوتونوموس كنترول ده حاجه موجوده. الليفل اللي بعد كده دخلني في الاوتونوموس سبلاي تشين، ان انا مش بس بقدر اكونترول البروسيس، لا ده انا هبتدي ممكن اعمل مثلا حاجه زي
بريدكشن لسعر الاويل، او وبيزد عليها ابتدي احدد انا محتاج انتج قد ايه. ممكن لو في شركه عندها مثلا تانكرز وبتقدر تتحكم في الراوتس، اقدر اعمل اوبتمايزيشن للراوتس بتاعتي، اقدر اعمل اوبتمايزيشن للبروفيت مارجن بتاعي. كل ده دخل كمان في الجزء بتاع البروسيس كنترول بيزد على الداتا اللي جايه لي. الجزء المهم جدا وهو الفيرتشوال سنسورز. في شركات كتير جدا كانت بتعاني من قيم هي فعلا محتاجاها ومحتاجه يحصل قياس عليها، ولكن ما فيش عندي اي جهاز بيقيس الموضوع ده. سواء عندي ما عنديش جهاز فعلا، او عندي مثلا انالايزرز، والانالايزرز دي آه، التشغيل بتاعها او صيانتها صعب مم. جدا لدرجه ان تم الاستغناء عنها. يعني برضو في المصنع مثلا اللي اشتغلت فيه في الاول، كان في اوكتين انالايزر للنفط، وكان الانالايزر نفسه المواد الخام بتاعته مش متوفره، في صعوبه في تشغيله، كتير جدا بيعمل مشاكل لدرجه ان هو كان تشغيله صعب جدا. صحيح. دلوقتي ابتدى يدخل موضوع الفيرتشوال سنسور. ازاي الاي اي يقدر يستخدم حاجات انا اوريدي بقيسها دلوقتي عشان يقدر يديني فاليو لحاجه انا مش قادر اقيسها، حتى لو الفاليو دي كانت تقريبيه، فهي ستيل احسن من ان هي مش موجوده. حتى لو كانت مش حقيقيه، برغم ان في تجارب، يعني انا طبعا ما اقدرش اقول اسامي تجارب معينه. يعني انا شاركت مثلا في تجربه من التجارب دي، وفي بيتنت تحت التسجيل لموضوع مشابه. بس في حاجات فعلا وصلت ان هي اكيورسي، ان انا اقدر لما اقارن بين الفاليو اللي طالعه من الفيرتشوال سنسور ده واللاب، الاقي الفاليو الديفرنس صغير جدا لدرجه ان انا اقدر انجلكت الديفرنس ده. فدي استخدامات كتيره جدا للاي اي. في طبعا استخدامات اكتر من كده، بس انا حاولت اجمع اشهر استخدامات حاليا موجوده جوه البروسيس كنترول، والاي اي داخل فيها بتعمق. صحيح. صحيح. هو اعتقد موضوع الفول اتونوموس هو اوريدي زي ما حضرتك قلت، هو بقت فيه بلانز كتيره موجوده حاليا طبقت السيستم ده. آه، يمكن حتى في ريفاينري في اليابان. انا مش متذكر بالظبط اللوكيشن بتاعه واسمه يعني، بس احنا كنا حتى كان الموضوع ده منتشر جدا اعتقد في نهاية 2024 ان كان ده فول اتونوموس اوبريشن ريفاينري. على الرغم ان هو كومبلكس جدا، ولكن خلاص هو الريفاينري بقى فول اوتونوموس يعني. فالموضوع طيب. ده اعتقد بيجاوب السؤال بتاع في ناس مثلا بتعتقد انه لا لسه بدري شوية مثلا على ان احنا نوصل للمرحلة دي، او ان لا والله هنحتاج برضو ستيل للهيومن فاكتور او للعامل البشري او حاجات كده. ولكن لا هو خلاص يعني في كيس ستادي طبعا هنحتاج، لازلنا في طبعا احتياج للايدي العامله وكل، يعني ما نقدرش ان احنا نقول ان احنا فول ريبليسمنت، ان ده يبقى مش حقيقي. ولكن يعني خلينا دايما احنا بنقول هو الالتيميت جول ان احنا بنحسن الايكو سيستم او بيئه التشغيل كلها. بنوفر وقت، بنوفر مجهود. ممكن نفس الناس اللي موجودة بدل ما هي بتشتغل نفس الشغلانة مثلا في ال 8 ساعات، لا ممكن نوفر لهم شوية وقت فيبدأوا يفكروا في حاجات تانية أو يعملوا اكتيفيتيز تانية. طيب ده كده يعني أعتقد موضوع البروسيس كنترول والأوتوميشن مور ذان انف، احنا بس عشان نلحق نغطي باقي التوبكس. فطيب خلينا ندخل على الجزء الثاني، موضوع الابلكيشن في سواء اذا كانت بروسيس انجينيرنج او في الميكانيكال انجينيرنج. وده برضو احنا شايفينه دلوقتي بقى فيه ابلكيشنز كتيره، في ادوبشن كتيره جدا في شركات كبيره لموضوع الاي اي، ان يبداوا يستخدموه جوه الانجينيرنج. خلينا نقول لو هنستخدم تعبير اشمل شويه، جوه الانجينيرنج ديبارتمنت يعني. فبرضه انا عايز اسمع منك كده على اهم الابلكيشنز والامثله والكيس ستاديز في استخدام الاي اي جوه الانجينيرنج كومبانيز يعني، او تمام. الانجينيرنج ديبارتمنت، اسف.
اوكي. طيب انا شخص بقى اؤمن بالتخصص، فخليني يعني همر على الجزء بتاع الميكانيكال ده بصوره مبسطه جدا عشان انا اقدر اتكلم، تمام. وعشان الناس بتاعت الميكانيكال ما يزعلوش مني. فانا هقول على حاجات انا فعلا شفتها موجوده جوه سايتس، او احتكيت بناس او شركات شغاله في الموضوع ده. فأول حاجة برضو يعني أنا حابب دايما أربط اللي فعلا موجود ب أو اللي الناس شافته بالجديد. فلو جينا نتكلم مثلا في البريدكتيف مينتننس للايكويبمنتس، فهنلاقي ان الجزء بتاع الروتيتنج ده جزء فيه باع طويل في الجزء بتاع البريدكتيف مينتننس. يعني لا اعتقد ان حد شغال في الاويل اند جاز ما سمعش مثلا عن سيستم زي سيستم 1 اللي بيقدر يجمع داتا كتيره من روتيتنج ايكويبمنت زي الفايبريشن، زي الديسبيسمنت، ويبتدي يقدر يديني بريدكتيف انفورميشن. يقدر يقول لي مثلا ان انت محتاج صيانه في الجزء الفلاني للمعده الفلانيه عشان ممكن بعد شهرين يبتدي يحصل لها كذا. فده كان اي اي بصوره او باخرى موجود من سنين. برضو سيستم 1 واحد من السيستمز يعني اللي ممكن اقدر اقول ان انا ابتديت اشوفها في بدايات مثلا 2006 2007. فهو حاجه موجوده اوريدي بقى لها وقت، يعني 2006 يعني عدى عليها 20 سنه. لو جينا نتكلم مثلا على حاجه زي الديجيتال توين. الديجيتال توين واحدة من الحاجات اللي ابتدت تدخل في الجزء بتاع الميكانيكال انجينيرنج، وخاصة برضو الروتيتنج في خلال الأربع سنين أو الخمس سنين اللي فاتوا. إن أنا يبقى عندي سيميليشن كامل للمعدة، وابتدي أقدر أحط سيناريوز وأشوف إيه اللي بيحصل على المعدة دي، وأقدر أعمل ميرورنج للديتا اللي اوريدي جايه لي من الفيلد على الديجيتال توين ده اللي هو مش حقيقي، وابتدي اتعامل معاه اكنه معده حقيقيه. فده برضو كان جزء من الاي اي. والناس اللي اشتغلت على الديجيتال توين لو بتابديت هتلاقي ان هو الفيدباك من عندهم ان الديجيتال توين كنت تحس فيه مثلا من 5 سنين ان هو غبي شويه، ان هو يعني في داتا ناقصاه، هو في حاجه هو مش فاهمها. لكن دلوقتي الديجيتال توين بقى مخيف، يعني بقى فعلا اكنك بتتعامل مع معده حقيقيه. الجزء اللي برضو موجود، كلنا عارفين ان تكاليف الحفر تكاليف عاليه جدا. فالجزء بتاع الاوتوميتد دريلينج، وان انا اقدر اظبط السرعات بتاعه الدريلينج بتاعتي، وان انا اقدر اعمل ايرور كوركشن بيزد على فيدباك جاي لي، كل ده بصوره اوتوميتد. وان انا اقدر اعرف اي معده مدفونه تحت وانا مش شايفها، اقدر اجيب داتا منها واقدر اتعامل معاها بالظبط اكني شايفها. كل ده بقى جزء من الابلكيشنز بتاعت الاي اي. الجزء لو جينا دخلنا مثلا في الجزء بتاع الديزاين بتاع الايكويبمنت، او الجزء بتاع الاستاتيك حتى، بما ان احنا بنتكلم عن الميكانيكال بالشقين بتوعه، هنلاقي ان الجنريتيف ديزاين بقى منتشر جدا في شركات الانجينيرنج. وازاي ان بقى البليسمنت بتاع اليونتس او الراوتنج بتاع البايبنج ما بقاش معتمد بصوره كامله على العنصر البشري وعلى خبرات العناصر البشريه اللي طبعا ليها كل تقدير. بس دلوقتي بقى الجزء بتاع الجنريتيف ديزاين ده بيقدر يعمل لي سيناريوز انا ما كنتش بقدر احطها قبل كده، وبيقدر يدخل معايا فاكتورز انا ممكن ما كانتش داخله معايا في الحساب. بقى الموضوع مش مجرد كوست ولا سيفتي، بقى ليه كمان علاقه بالبروسيس افشنسي. وهل مثلا لو انا التيوب ده او البايب ده حصل فيه كيرفتشر بالزاويه دي، ده احسن ولا ان انا يفضل ستريت
واقدر احط الايكويبمنت بتاعتي بشكل مختلف. خاصه لان احنا عارفين ان كل الكيرفتشر دي مثلا بتعمل ديستربنس في التمبريتشر، بتعمل ديستربنس في الفلو. ممكن كل الاجزاء دي تكون مش داخله معايا من الاول قديما. دلوقتي لا، بقى كل الداتا دي انا بقدر ادخلها جوه الديزاين بتاعي. فده تطبيق برضو تاني للاي اي جوه الميكانيكال. طبعا لو جينا نتكلم مثلا على الليك ديتكشن والكوروجن بريدكشن، ده برضو بقى حاجه خلاص، يعني بقت قربت توصل ان هي فاكت. الانسبكشن، وخاصه لما نيجي نتكلم مثلا على الكونفايند سبيسز. الكونفايند سبيسز اساسا يعني غير ان كان بيبقى فيه خطوره على ان شخص مثلا هيدخل جوه الكونفايند سبيس وعايز اجراءات معينه عشان اقدر اعمل انسبكشن. كانت كمان بتحتاج ان انا اضطر ان انا اوقف التشغيل بتاعي، ان انا بعد ما تحصل العمليه نفسها محتاج استنى الريبورت. العمليه نفسها كان ممكن تواجهها صعوبات كتيره جدا. انا ياما شفت كونفايند سبيسز كانت مثلا تبقى بلاند، ومثلا يحصل ان ووتشر مثلا ما يكونش موجود، يجي له دور برد، نضطر ناجل العمليه، او يحصل اي ظروف صحيه للشخص اللي المفروض مجهز ان هو يدخل ما يقدرش يدخل، او لاي سبب من الاسباب هيجي له بانيك ما قدرش يدخل، العمليه بتتاجل، وكل دي عباره عن مم. فلوس. صحيح. دلوقتي لا، انا بقى عندي اوتونوموس انسبكشن، بقى ممكن ادخل كاميرا، والكاميرا دي مش مجرد ان هي بتصور، دي هي عارفه هي بتدور على ايه بالظبط، بتاخد بالظبط. القياسات، بتطلع لي ريبورت لحظي. الكاميرات دي بقى في منها كتير جدا. آه، ممكن يتعامل مع حرارات عاليه او بريشر عالي. انا شفت ابلكيشنز مثلا بكاميرات مش بتدخل جوه الكونفايند سبيس، دي هي مزروعه جوه الكونفايند سبيس. فمش بقى عندي اوتونوموس انسبكشن، ده انا بقى عندي صح. اوتونوموس كونتينوس انسبكشن. يعني بقت حاجه خيال. صحيح. الانسبكشن بتاع الكونفايند سبيس بقينا بنتكلم مثلا في بايبس هو اساسا ما كانش فيه بني ادم بيدخلها خلاص، فبقينا بنتكلم كمان في الليفل ده. فده برضو احدى الحاجات اللي حصل فيها تطور كبير جدا. صحيح. صحيح. الروت كوز اناليسيز، نتيجه ان الداتا الكتير جدا، وان انا اقدر اعمل عليها اناليسيز كتير جدا، بقيت بقدر استفيد من داتا عمرها 10 سنين و15 سنه و20 سنه، اقدر اعمل روت كوز اناليسيز لسيتويشن انا اساسا ما كنتش في السايت ساعتها. او يمكن لبعض الاشخاص مثلا اللي بتقوم بالعمليه دي، لو مثلا شباب لسه داخل، ممكن يكون بيعمل اناليسيز لسيتويشن هو كان ساعتها لسه في المدرسه. ف وبيقدر السيتويشن او الديسيجن اللي طلع والاناليسيز اللي طلع يقدر يفيد في حاجه هي فعليا بتحصل دلوقتي. ف وده يمكن الروت كوز اناليسيز، انا النقطه دي يعني ممكن الناس تبتدي تترجمها لاكتر من ابلكيشن. يعني هي انا دلوقتي بتكلم عن الميكانيكال، لكن هي كمان في الكنترول موجوده، في السيفتي موجوده، في اكتر من اسبكت ممكن نتاكل موضوع الار سي اي. فدي بعض الابلكيشنز اللي موجوده في الميكانيكال بشقيه، الجزء بتاع الاستاتيك والجزء بتاع الروتيتنج، مع كامل احترامي للتخصص برضه والناس أكيد بتاعت الميكانيكال، لو عملت معاهم حوار بعد كده ممكن يفيدوك احسن من مليون مره. هو احنا يعني احنا كان عندنا حلقة قبل كده كنا بنتكلم فيها تحديدا على موضوع الديجيتال توين، واتكلمنا فيها باستفاضة. وانا شايف ان دي واحدة من الابليكيشنز المهمة جدا للاي اي. انا بس هنا عايز يعني معلش، انا عندي الحساسيات دي بتاعت المصطلحات والمسميات عشان برضو نبقى احنا موضحين الصورة كاملة. احنا هنا لما بنقول اي اي فاحنا هنا بنقصد الامبريلا بتاعت الاي اي، مش ببساطة كده. عشان احنا دلوقتي لما بنقول اي اي الناس بتروح على طول بتفتكر شات جي بي تي وهو ده الاي اي. احنا هنا بنتكلم على اي اي بصورة عامة. الاي اي سواء الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج،
على الداتا ساينس، اندر الاي اي، على الروبوتكس زي ما حضرتك قلت كده، سواء اذا كانت الانسبكشن كاميراز بقى فيها اي اي. دلوقتي اي اي مقصود ان هو عنده داتا، بيزد على الداتا دي، بيزد على الاناليسيس بتاعت الداتا دي، ان هو بيقدر يقرا باترنز معينه، فبيقدر يشوف انا عندي وانا بعمل انسبكشن هنا جوه التاور، او ان انا مثلا بعمل انسبكشن جوه فيسل، فالشكل ده المعين من الكروجن ده معناه ان احنا خلاص قربنا على الفيلير، او وهكذا يعني. فالاي اي هنا ده زي امبريلا كبيره بيجي تحتها حاجات كتير يعني. طيب باشمهندس محمد، برضو علشان يعني انا عندي 100 سؤال في الجزئيه دي، او في الجزئيه حتى اللي قبلها، موضوع الاوتوميشن والبروسيس كنترول. بس احنا ان شاء الله هنحاول يعني الاول نغطي المواضيع، بعد كده باذن الله ممكن حتى نعمل اكستنشن حلقه كمان، تبقى حلقه ثالثه، لان انا متاكد ان هيجي لنا اسئله كتير بعد ما نحط الحلقه دي، فهنبقى اسئله او حلقه مجمعه لكل الاسئله اللي موجوده. طيب انا اه. انا بس عندي كومنت سريع. انا ما اعرفش هل اقدر اعمل شير لحاجه. لا، تقدر. تمام. طيب ده بس تعليق سريع على الجزء اللي انت قلته، وفيما يتعلق بان الاي اي مش بس هو الجين اي اي. مم. ده حاجه بيسموها الهايب سايكل. ده جارتنر بتجنريت هايب سايكل لاكتر من فيلد. فده الهايب سايكل بتاع الاي اي. مم. ده كل اللي احنا بس بنتكلم فيه يعني. كل دي انواع من الاي اي. الجين اي اي زي ما انت شايف كده هو حاجه واحده من كل الكلام ده كله. ال ام برضه هو حاجه واحده، بس هنا بيتكلم عن الاوبن سورس ال اه. ام. مم. كل ده هو بيتكلم الفيلد. الحاجه دي جايه امتى؟ يعني اول ما بتدخل في البلاتو اوف برودكتيفيتي، ده اللي هو بالظبط. نقدر نقول ان كل الشركات ابتدت تتبناه. لكن زي ما بالظبط. انتم شايفين، انا يعني مش بوري ده عشان الناس تخاف، لا، عشان الناس تبقى مستعده ان البايب لاين بتاع الاي اي ده بايب لاين كبير جدا. في صحيح. حاجات كتير جدا جايه في السكه ماشيه معانا. في حاجات احنا ممكن نكون ما سمعناش لسه عنها. يمكن بعد كده ممكن اتكلم على بعض الحاجات دي. بس زي ما انت قلت، انا بس ده يعني بوري ده عشان ده تاكيدا للجزء اللي انت قلته، ان الجين اي اي هي مش بس مجرد الشات جي بي تي او جيميناي. لا، الموضوع اكبر. بالظبط. بالظبط. يعني انا فاكر ان انا قلت لك مره ان كان في حد كده اكسبرت في الاي اي قال اتس a shame to call what we have today is AI يعني. عيب ان حقيقي. احنا نقول يعني ده مش اي اي لسه، يعني احنا لسه بدري شويه. وانا بشبه الفتره دي ببدايه الفقاعه بتاعه الدوت نت في الثمانينات اعتقد. فاحنا لسه يعني شبيهه لنفس الفتره دي، فاحنا نعتبر نفسنا في ثمانينات عصر الكمبيوتر والانترنت، يعني بالنسبه للاي اي طبعا. طيب انا بس قبل ما نروح للجزء او لتطبيق تاني للاي اي، كنت حابب بس اتكلم على حاجه كده، كيس ان في بعض الشركات دلوقتي، عشان بس ارجع للنقطه بتاعت ال ام او الجين اي اي، ان في بعض الشركات بدات ان هي بتقول طيب انا عندي ريبورتس كتير، او عندي داتا كتير، او عندي اوبريتنج مانوالز، يعني ممكن من اللايسنسور او وات ايفر، وعندي انسيدنتس حصلت قبل كده في البلانت. هو ايه المانع ان انا ممكن اعمل ايجنت، او اعمل موديل كجنريتيف اي اي، ويبقى بيساعدني؟ ده مشروع انا اشتغلت عليه، مش اشتغلت عليه يعني، كان فكرة وبروجكت واشتغلنا عليه وعملناه، ان احنا نعمل ابلود لكل الداتا دي، طبعا بتتحول لفيكتور، وبعد كده بنربطها باي اي اي بقى، سواء اذا كان جيميناي او اوبن اي اي او وات ايفر. وبعد كده ده بيبقى زي انترنال جوه الشركه نفسها. عايز اعمل ترابل شوتنج، اي انجينير او الاوبريشن تيم مثلا، خلاص بيسال الموديل ده، بيرد عليه من الاوبريتنج مانوالز، بيرد عليه من الريبورتس اللي مرفوعه من اللي عملها الناس اللي اشتغلت قبل كده في المصنع ده، من الانسيدنت اللي حصلت قبل كده، او حتى من الداتا، سواء اذا كانت اوبريتنج داتا او الكواليتي داتا، دايما ابديتد على الموديل ده. عايزين نعمل بروسيجر معينه، فخلاص هو بيكتب بروسيجر،
وطبعا احنا بنحدد له السكوب بتاعه، بنحدد له الكونفيدنس ليفل، يعني يرد لحد فين ما يردش. ودايما يدي الريفرنس هو جاب الكلام ده منين، عشان برضه يبقى فيه مصداقية شوية وفيه فاليديشن للموضوع. دي واحدة كانت من التطبيقات اللي أنا شايفها كانت شيقة جدا لل AI، وشركات كتيرة بدأت تتبنى الموضوع ده. طيب احنا بقى غطينا حاجات كتير، فاحنا بس عايزين نغطي جزء مهم جدا، وهو ال HSE او ال Health Safety and Environment. لان ده شيء بلاش نقول كلمة مهم، هو ده الشيء الاساسي، او ده يعني خلينا نقول آم، يعني احنا دايما ده الاهتمام الاول والاخير في اي صناعة هو ال HSE. فاحنا عايزين نسمع منك الابلكيشن بتاعة ال AI جوه ال HSE او ال Health وال Safety وال Environment. طيب، معلش انا عارف ان انا ممكن اكون بكرر كلامي، بس تاكيدا برضو انا مش شخص بتاع اتش اس اي او بروسيس سيفتي. اكيد الناس بتاعت البروسيس سيفتي هتتكلم احسن مني مليون مره. اكيد. انا بس يعني تاني بقول بس اللي انا شفته. واحده من التطبيقات الشيقه جدا واللي ابتدت تنتشر موضوع الفيجن اي اي. والفيجن اي اي هو ازاي استغل الكاميرات، سواء الكاميرات دي ثابته او الدرونز، في ان هي تفيد حاجه زي السيفتي. فابتدينا نتكلم على مثلا ان انا اعمل بي بي اي ديتكشن اوتوماتيك. الشخص ده لابس هيلمت، الشخص ده مش لابس هيلمت. انا ممكن اكون اصريت على مثال الهلمت ده لاني ممكن لما تعرضت له الناس مش قادره تتخيل ازاي الدقه في ان هو يحدد دي هلمت ولا طاقيه ولا راس. الموضوع مش سهل قوي زي ما الناس متخيله. لكن التطبيق ده تطبيق انترستنج جدا وتطبيق فعال. تطبيق مثلا زي الجيت كنترول. آه، مين ليه اكسس، مين ملوش اكسس، ايه العربيه اللي تقدر تخش السايت، ايه العربيه اللي ما تقدرش تخش السايت. كل ده بقى اوتوميتد عن طريق الفيجن اي اي، عن طريق كاميرات ثابته. يمكن الجزء الثاني ممكن يكون ليه علاقه اكتر بالدرونز، لكن الكاميرات الثابته مثلا بتفيد في موضوع زي الجيت كنترول. الفيجن اي اي بقى مفيد جدا في مش قصه بس ان انا اديتكت الشخص ده لابس البي بي ايز بتاعته بشكل سليم ولا لا، لكن الشخص ده مجهد ولا مش مجهد. فبقيت اقدر اقيس، اعمل بايومتريك اناليسز للامبلويز بتوعي اللي موجود في السايت. اقدر اعرف ان ده درجه حرارته عاليه النهارده، ازاي اقدر اخده قبل ما يبتدي يعدي ناس تانية. الشخص ده مجهد، ما ينفعش يكمل شغل، لازم يرتاح. فكل ده دخل في الجزء بتاع الاي اي. جزء ان انا اقدر اعمل انسيدنت بريدكشن، ان انا اقدر اشوف باترن معينه كل ما بتحصل البروبابيلتي او احتماليه ان يحصل حادث بتعلى. فازاي بقى الاي اي بيقدر يحدد الباترنز دي اوتوماتيك، ويقدر يدي نوتيفيكيشن للناس بتاعه البروسيس سيفتي، يقول لهم خلي بالكم. فده واحد برضو من التطبيقات اللي دخلت. طبعا الديجيتال توين والروت كوز اناليسيز اتكلمنا عليها في الجزء بتاع الميكانيكال، فعشان بس ما نعيدش نفسنا، هو برضو واحد من التطبيقات اللي دخلت جوه الاتش اس اي. اخيرا الجزء بتاع الانفايرمنتال سستينابيلتي والجزء بتاع الاميشن والجزء بتاع الريبورتنج. يعني جزء مثلا تطبيق انا شفته وبرضه يعني ممكن الناس تتخيل ان هو تطبيق خيالي شويه، بس انا شفت تطبيق للاي اي عن طريق الفيجن اي اي، ان هو بدون مثلا ما يكون عندي ليفل سنسور جوه تنكات، او مثلا الليفل سنسور اللي موجود جوه التانك ده باظ وخلاص انا مش قادر اعمل له ريبليسمنت. ازاي الاي اي بكاميرات حراريه وكاميرات اشعه بقى فوق البنفسجيه بيقدر يحدد بدقه تامه الليفل جوه التانك. فدي واحده من التطبيقات اللي انا برضو ما قدرتش استوعبها
لما شفتها. التطبيق ده مثلا انا شفته من حوالي 4 سنين فاتوا، شغال وموجود وحقيقي. فانا مش بتكلم على تطبيق مثلا لسه طالع دلوقتي، التطبيق ده فعليا بقى له 4 سنين موجود. فكل دي امثله او بعض الامثله للحاجات اللي جوه الاتش اس. يعني خلينا نقول ان الاي اي، يعني احنا بنأمل واعتقد دي هتبقى حقيقة، ان زي ما انت قلت كده كم الحوادث اللي احنا ممكن نقدر نمنعها، كم الحوادث هنقلل على الاقل الفريكوانسي اللي بتحصل. احنا شايفين السنة اللي فاتت دي كانت سنة حافلة شوية. احنا حتى في البودكاست لما بدأنا سيزون 2 كنا عملنا سلسلة حلقات في الأول على why incidents still happening. يمكن ما غطيناش قوي الابليكيشن بتاعت الاي اي، ولكن انا شايف ان ده من الحاجات اللي هتعمل تحسن كبير جدا وهتطور كتير جدا في البروسيس سيفتي او في السيفتي اوفرول. وده هيقلل لنا الحوادث، هيقلل طبعا، يعني هيحافظ على بعض الارواح، كمان مفيد للبزنس كونتينيوتي يعني. طيب احنا عشان نروح للجزء المهم اللي فيه مشاكل كتير وفيه اسئله كتير برضو. طيب حلو، ده كلام جميل جدا. احنا عرفنا دلوقتي ان الاي اي ده حاجه مهمه جدا، وشركات كتيره راحت خلاص بتستخدمه في اسبيكتس او في ديسيبلينز كتيره جدا، سواء انجينيرنج، ميكانيكال، اوتوميشن، بروسيس كنترول، سيفتي، كتير في حاجات كتير. ولكن الامر ما يسلمش. احنا دايما زي ما بنقول كده ان اكيد في بعض التشالنجز، في بعض الاوبستكلز او الباريرز اللي بتمنع الشركات دي. وقبل ما نخش ونسرد كل التشالنجز دي، اعتقد اغلب الشركات دلوقتي حاليا يعني واقعه في الحيره ما بين ان انا عايز استخدم كل الداتا اللي عندي، واستخدم كل التولز بتاعت الاي اي، ولكن انا واقع في الدايلاما بتاعت السايبر سيكيورتي، واقعين في الدايلاما بتاعت الاي بي او الانتلكتشوال بروبرتيز، ان انا خايف دايما اني ارفع الداتا بتاعتي دي على سيرفر، اربطه بحاجه فحد يعرف النو هاو او وات ايفر. يعني الشركات دايما عندها الهاجس ده. وده برضو يعني شفناه في كذا كيس حصلت ان الشركات بتبقى لا ما تستخدمش الدوكيومنتس بتاعتي، مع ان احنا ده هيبقى لوكال سيرفر او مثلا، لا فهي بترفض ده. السايبر سيكيورتي برضو دي اعتقد يعني عامله مشكله كبيره لكل الشركات دلوقتي. فعايزين نسمع منك الباريرز او التشالنجز اللي موجوده حاليا لما نيجي نعمل ادوبشن للاي اي. طيب، انت باشمهندس احمد كنت قلت نقطه مهمه جدا من شويه في موضوع ان انا يبقى عندي بروسيجرز وعندي دوكيومنتس واقدر احول، او حتى مانيوالز واقدر احولها لفيكتورز واقدر استفيد بيها. فدي يعني نقطة مهمة جدا، واستخدام أصبح موجود. ولكن في نفس الوقت أكيد بما إن أنت مريت بالتجربة دي، فهي فيها أو تمثل جزء من أكبر تشالنج حاليا بيواجه الأدوبشن، وهو الداتا تشالنجز. اوكي، فالداتا تشالنجز اول واحد فيها فكره الانستراكشرد داتا، حاجه زي الدوكيومنتس او المانيوال بتاعتي دي ملهاش صيغه ثابته. يعني ما اقدرش اقول ان هي انا كل شركه هروح الاقي مثلا البروسيدير مكتوبه بالطريقه الفلانيه، ففكره التعامل معاها ازاي. انت يمكن وضحت حل من الحلول ده، ان هي الداتا دي اتحولت لفيكتورز وابتديت اتعامل معاها في صوره فيكتورز. اوكي، بس في نفس الوقت ستيل لسه دي مشكله كبيره بيعاني منها الناس اللي عايزه تدخل الاي اي. الجزء الثاني الاصعب في الموضوع ده، واللي للاسف يعني كنا زمان بنتكلم في اهميه ان تبقى كل حاجه دوكيومنتد، دلوقتي ابتدينا نشوف المشكله دي نتائجها بقى على ارض الواقع، ان في حاجات كتيره جدا undocumented، في النولج مش مكتوبه. وبالتالي احنا محتاجين لسه نرجع تاني نكتب النولج دي. يعني ده للاسف جزء احنا يعني بنعاني منه حاليا.
في بعض الشركات اللي بتحاول تادوبت اي اي، بس محتاجه بقى كل الكلام اللي ما كانش مكتوب ده يرجع الاول يتكتب ويتسجل، بحيث ان احنا نقدر نتعامل معاه. مشكله تانية بتواجهنا فيما يخص الداتا، انا كل ده بتكلم بس على داتا، بند داتا، الا وهو ان عندنا كان equipments كتيره جدا شغاله بجزء على شكل سايلوس، مش كونكتد ببعضها، وحتى لو كونكتد ببعضها فهي صوره الداتا نفسها مختلفه من حته لحته. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في لحد دلوقتي حتى في الشركات، في بس اليونتس. يعني احنا ممكن نلاقي في نفس المصنع في حاجات بتتعامل مثلا بطن، في حاجات بتتعامل بالكيلو جرام والجرام، الداتا فورمات نفسها بتاعتها مختلفة، بار بي اس اي. فاحنا الكلام ده كله فيه مشكلة في الداتا. لو تغاضينا حتى عن مشكله الفورمات بتاعت الداتا، هنيجي لمشكله الكواليتي. انا يعني احنا لسه لحد دلوقتي بنتكلم ان مفيش مصنع فيه 100% من الكنترولر على الاوتو، وده نتيجه ان نرجع نقول ان الترانسميتر ده ما بيدينيش قرايه كويسه، فما اقدرش احط اللوب دي في الكنترول، او ده لسه محتاج تيوننج مش معمول تيوننج عشان الفالف بيرياكت بصوره غريبه. فكل ده بيأثر عندي في الجزء بتاع الكواليتي. لو حلينا كل المشاكل دي بقى، هرجع تاني لمشكله ان حتى لو انا عندي الداتا دي، فالداتا دي بتعاني من ازمتين اقدر اقول ان هم موجودين في 99% من المواقع. ان الداتا دي unlabeled data. اوكي، انا مش عارف الداتا دي، يعني عندي رقم بس الرقم ده بيمثل ايه؟ لو بقول الرقم ده بيمثل مثلا اف اي 0101، ده غير كافي. الداتا دي الرينج بتاعها امتى انا بتكلم في نورمال، امتى انا بتكلم في اب نورمال، كل ده انا ما عنديش اي ليبل داتا. الجزء الثاني ان انا ممكن بعض المواقع يكون عندها مشكله في الاب نورمال سيناريوز، يعني هي ما عندهاش داتا جمعتها في الاب نورمال سيناريوز. لما بيحصل مثلا اب نورمال سيناريوز كان بيحصل فلودنج للداتا لدرجه ان هي بتتحول في النهايه ل يوزلس داتا. انا عندي داتا بحجم كبير جدا، ولكن الداتا دي ملهاش اي معنى. او عندي بعض السيناريوز لما بتحصل مثلا ويحصل باور فيلير، الداتا كلها بتروح، فعندي زيرو داتا في الوقت ده. فكل ده مشاكل تتعلق بالداتا. لو خلصت المشاكل اللي تتعلق بالداتا دي، هنبتدي نتكلم في طيب انا دلوقتي عايز اعمل ادوبشن للاي اي. وادوبشن للاي اي ده انا بتكلم في انفستمنت جديد. طيب انا انا اتفضل. انا اعتقد انا اسف للمقاطعه. انا اعتقد برضو يعني زي ما احنا كنا بنتكلم في البدايه كده، اللي هو الانجاز الديفلوبمنت كان فيها بطيء شويه. فاعتقد في جاب حصلت ان في اغلب الصناعات دلوقتي بقى في ادوبشن او بقى في انتجريشن مع سنسورز ومع ميجرمنت ديفايسز متقدمه جدا. دي بتساعد للاي اي. انما احنا اعتقد في الاويل اند جاز احنا لسه شغالين بحاجات يعني خلينا نقول في حاجات اوبسوليت. هي ممكن ما تكونش اوبسوليت، بس هي بالنسبه لباقي الاندستريز هي حاجات اوبسوليت. حاجه مثلا من ضمن الحاجات، ممكن هي مش حاجه خياليه، هي حاجه اوريدي ابلايد، بس في بعض الصناعات مثلا ممكن تكون في الاوتوميشن مثلا. اسف، في الاوتوموتيف اندستري. ان بعض المعدات بيجيبوا زي ديفايسز او اجهزه بتقيس الصوت بتاع المعده دي، وهم عارفين ان مثلا الرينج الصوت معين او الطول الصوتي لصوت الماشين دي لما بيخرج عن رينج معين، معنى كده ان خلاص ده الارم ليهم ان في ايشو هتحصل قريب. ما بنشوفش ده في الاويل اند جاز. وقيس بقى على كده، يعني ممكن نمد الخط على استقامته في ديفايسز كتيره جدا اللي هي السمارت انسترومنت والحاجات دي كلها.
مش ادوبتد كتيره في الاويل اند جاز. الناس بتبص لها ان دي هيوج انفستمنت وانا مش هاخد من وراها حاجه. ولكن بما ان في تحول دلوقتي ناحيه الاي اي، فاعتقد دي الانفراستراكشر اللي الاويل اند جاز محتاج ينفست فيها، موضوع السمارت انسترومنت او السمارت ديفايسز والسمارت كنترول. انا عايز اسمع برضو رايك في الجزئيه دي. حقيقي جدا. يعني احنا مركزين على الاويل اند جاز بس. انا يمكن في السنوات الاخيره دي تعرضت لاوتوميشن سيستم بعيدا عن الاويل اند جاز، امم. وكان يعني كان عندي تخيل خاطئ ان الصناعات دي ممكن تكون التكنولوجيا عندها متاخره او احتياجاتهم بسيطه. يعني انت بتتكلم في اويل اند جاز، فانت جاي تكلمني في ايه؟ لكن مثلا بمناسبه الاوتوموتيف، يعني واحده من التطبيقات الظريفه جدا اللي تعرضت ليها مؤخرا مع واحد من الشركات الكبيره في صناعات الاوتوموتيف، ان كان عندهم تطبيق عايزين يدخلوا فيه الاي اي. والتطبيق ده قد يبدو بسيط. هو آه، كل اللي عايز يعمله ان هو الازاز الامامي، الزجاج الامامي، الشيلد الامامي بتاع العربيه، لما بيجي ينزل على البليسمنت بتاعه وبيحصل تفريغ للهواء، العامل اللي واقف جنبه بيسمع صوت تفريغ الهواء. فهو العامل ده بخبرته هو عارف الصوت اللي طالع ده هو كده الشيلد دخل في مكانه صح، ولا في تغير، في ملي، في 2 ملي، في 3 ملي. وما عندوش حاجه يقيسها، وعايز حاجه يقيسها. ف مثلا ده اتعمل بالاي اي، ان ابتدينا نعمل جنريشن لاكتر من صوت للشيلد ده هو وهو نازل، وقدرنا نحدد ايه الباترن بتاع الاوديو اللي طالع من الماشين دي والازاز بينزل، ونقدر نحدد رينج. وصلنا لمرحله ان احنا مش بس بنقول هو اكسبتبل ولا نوت اكسبتبل، لا، احنا ممكن نقول في كام ملي فرق. ف فدي واحده مثلا من التطبيقات اللي كانت ظريفه جدا في فيلد زي اللي انت بتقوله اللي هو الاوتوموتيف. طبعا لو جينا نتكلم على الصناعات الغذائيه، تطبيقات كتيره جدا. مثلا صناعه دلوقتي منتشره جدا في الدول الاسكندنافيه خصوصا، وهي صناعه بطاريات العربيات الكهرباء. دي صناعه دلوقتي بومينج بطريقه كبيره جدا، شركات كبيره جدا شغاله فيها. فكل ده بقى فيه تطبيقات الواحد اول مره يشوفها، وشايف ان الاي اي خلاص بقى اتس ماست في الحاجات اللي هنا. اه يعني هي خلينا نقول ان اغلب الشركات يمكن في يعني في اوروبا وفي امريكا، يمكن كمان في جنوب شرق اسيا، ان هم بداوا يبنوا الاي اي موديل الخاص بيهم هم. يعني ما بقوش بس بيعتمدوا على، طبعا انا هرجع هنا اتكلم على ال ام او الجين اي اي، ان هم شايفين مدى اهميه ده، فطبعا بداوا يبنوا موديلز خاصه بيهم هم. زي ما احنا قلنا كده، البروجكت كان مثال البروجكت اللي انا اتكلمت فيه. فبقى عندهم موديلز خاصه جوه الشركه، مش بس بيعتمد على الاوبن سورس زي الاوبن اي اي او جيميناي او غيره يعني. فالموضوع فعلا خلينا نقول ان هو بوشي جدا، والناس كلها رايحه فيه بالغصب. يعني هو خلاص ما بقاش حاجه لكجيريوس ان انا ممكن استخدمها او ما استخدمهاش، هي حاجه موجوده يعني ولازم نستخدمها يعني. حقيقي حقيقي. هي يمكن الجزء بتاع ان انا اعمل موديل او اشتري الموديل ده ممكن نتكلم عليها اكتر في الجزء الثاني. بس بالظبط. لو جينا كملنا الجزء بتاع البارير، ويعني عشان امسك من النقطه اللي انت قلتها وابين قد ايه هي مهمه وقد ايه هي حتى تشالنج، ان الانفستمنت الحالي اللي موجود في الاي اي ده انفستمنت جديد، وبالتالي بيخضع لعوامل كتيره جدا. والتكنولوجيز اللي موجوده قدامي دلوقتي تكنولوجيز كتير، ومحتاج اختار منها. وفي حاجات الاختيار بتاعها هيأثر عليا في المستقبل. يعني لو جينا نتكلم مثلا على ديبيت امتى اقدر اتوجه ناحيه اتش اي اي او كلاود اي اي.
وعشان بس نبين يعني للناس الغير متخصصه، الادج اي اي هو موديل اي اي موجود عندي. امم. مش شرط يكون بتاعي، بس السيرفر بتاعه عندي موجود وانا بشغله لوكال. اوكي، فانا بتحكم في الداتا اللي جواه بشكل كامل. بينما الكلاود اي اي ده حاجه زي شات جي بي تي او جيميناي. عشان بس نضرب امثله سريعه للناس، هو الاي اي موجود على الكلاود، موجود في الانترنت، مش موجود عندي. انا بس بسند الريكوست وباخد منه فيدباك. فالادوبشن بتاع امتى اختار ده وامتى اختار ده، ده لسه ديبيت كبير جدا. الديبيت الكبير جدا ده متعلق بنقطه انت قلتها، زي السايبر سيكيورتي مثلا. آه، الصعوبه الاكبر بتيجي في الدول اللي لسه ما حددتش سياسات عامه للموضوع ده. يعني برضو انا مش حابب ان انا اذكر اسامي يعني، ولكن في طيب. دول بقى عندها سياسات ان انت ما ينفعش تستخدم اي كلاود غير لو الكلاود دي موجوده جوه الدوله دي. بالظبط بالظبط. فبالتالي الدول دي حددت السياسات من دلوقتي. ليه تحديد السياسات ده اصبح مهم؟ لان ده هينتج عنه قرارات. ان انا اقدر وانا دلوقتي باخد مثلا ديسيجن ان انا هادوبت موديل الاي اي ده، وابتدي اشتغل عليه، وابتدي اجهز كل الانفراستراكشر بتاعتي عليه. وبعد كده مثلا سياسات الدوله دي تتغير او ما تكونش موجوده وتبتدي تفكر فيها، فكل الانفستمنت بتاعي ده انا راح. وده واحد من البارير اللي مخلي بعض الشركات حتى لو هي عايزه تاخد القرار ده، هي ريلاكتنت شويه. اوكي، الموضوع لا يتعلق به بس سياسات الاي اي، ولكن سياسات السايبر سيكيورتي. يعني زي ما في ستاندردز منظمه للسايبر سيكيورتي في العالم كله، او جلوبال. خلاص، يعني مثلا لو جينا نتكلم على الكنترول سيستم، عندي اي سي 62443، او مثلا لو اتكلمت على الاي تي عندي ايزو 27001. كل الستاندرد دي ستاندرد جلوبال، لكن مهم جدا ان الدول تبتدي تتبنى ستاندرد داخلي، او كود داخلي. لان الدول لما بتيجي تبقى ستاندرد، ده بيتحول من ستاندرد لكود، بيتحول لقانون. خلاص، لازم الدول يبقى عندها كود داخلي. الكود الداخلي ده هيساعد الشركات على ان هي تبقى عارفه التوجه بتاعها ده رايح لفين، سواء فيما يتعلق بالسكيورتي، يتعلق بالانفراستراكشر المستخدمه، يتعلق بالكلاود. الكلاود دي شكلها ايه؟ كل الكلام ده مهم جدا. لان صحيح. لازم نبقى برضه فاهمين ان الكلاودز دي مش مجرد، حتى لو انا قلت هتبنى كلاود. انا لو مثلا ان انا قلت ان انا هتبنى كلاود بتاعت امازون اي دبليو اس، وبعد كده حبيت ان انا اتبنى كلاود بتاعت جوجل، ده تغيير كبير. ده مش مجرد ان انا بنقل الداتابيس بتاعتي من جزء موجود في الانترنت لجزء موجود في الانترنت تاني. التكنولوجي جوه مختلفه. ممكن تكون لليوزر العادي هي مجرد ريكوردز او مجرد بيانات، لكن الانفراستراكشر اللي وراها دي صعبه جدا. وبالتالي مهم جدا ان الحاجات دي تبقى موجوده من دلوقتي، من اول الدول للشركات. خلاص، ليه؟ عشان يبتدي يساعد في التطبيق. انا آه اعتقد هيبقى في تغييرات كبيره في الريجوليشنز، ومش بس في السايبر سيكيورتي، كمان اعتقد برضو في موضوع الاي بي ممكن يبقى فيه فليكسيبيليتي شويه، لان موضوع ان في ديتا ما ينفعش حد يشوفها، ما ينفعش ان هي تترفع على كلاود، الحاجات دي كلها بعد شويه مش هتبقى بقى خلاص، يعني هتبقى شيء سخيف ان انت بتمنع ديتا ان هي تكون موجودة على الكلاود، او ان الاي اي ما يوصلهاش. فلا اعتقد برضو في تغييرات هتحصل شوية على الموضوع ده، او القوانين نفسها ممكن تتغير شوية يعني. طيب، هي النقطة اللي أنت بتقولها دي يعني نقطة مهمة جدا. يعني معلش خليني أقول نقطة، يعني أنا مش هلاقي فرصة أحسن من دي إن أنا أقول النقطة دي. آه وهي تخص الداتا، ممكن تكون بعيدا عن الأويل أند جاز، بس يعني أنا حابب إن كل واحد هيسمع اللقاء ده
يفهم ان مفيش حاجه اسمها اي اي فري. الاي اي الانفستمنت بتاعته كبيره جدا. شركه زي جيميناي او شركه زي شات جي بي تي او حتى كلود او ايا كان، كل دي شركات حاليا لو حد بيتابع هي شركات بتخسر في الاي اي، حتى بالفلوس، حتى بالاشتراكات. الشركات دي لا تعبر عن اي حاجه. الثمن الحقيقي اللي كلنا بندفعه هي الداتا اللي احنا بنحطها على السيستم ده. آه، الداتا دي هو ده الثمن، هو ده اللي هم عايزينه. وبالتالي لازم كل بني ادم يكون حريص جدا على الداتا اللي بتتحط. لو ربطت ده بالاويل اند جاز، فتاني انا عارف ان بعض السياسات جوه الشركات ممكن تبدو سخيفه، بس تاني يعني للامانه اي داتا عندنا للشركه هي داتا انت لا تملكها، وبالتالي انت لا تملك حق، حق مش حق الانتفاع، حق ان انت تدي الداتا دي لاي حد. وبالتالي انت لازم تلتزم. لو الشركه عندها سياسات صارمه ان انت ما تحطهاش، ما تستخدمهاش في شات جي بي تي او ما تستخدمهاش في جيميناي، فانت التزم بده. لان فعلا الوضع يعني خطير. مم. آه، لو واحد متابع اللي بيحصل دلوقتي، مثلا حاجه زي البولت انجكشن، خلاص ده نوع من انواع الهجوم في السايبر سيكيورتي، ابتدى أيوة. ينتشر دلوقتي. دلوقتي لو حد برضو تابع في الايام الاخيره دي، اخر يومين ثلاثه ابتدينا نتكلم في زيرو كليك برومبت انجكشن. فاللي هو كمان انت مش محتاج تكليك، انت خلاص كل الداتا بتتسحب منك بسهوله. فرجاء خلي بالكم من الداتا، خاصه بالنسبه للشركات لانك لا تملكها. وعلى المستوى البيرسونال على الاقل صورك وصور اسرتك خلي بالك عليها. اتفضل. طيب يا باشمهندس محمد، يعني انا مش عارف اشكرك ازاي بصراحة على كم المعلومات الدسمة دي. وانا وانت بتتكلم انا بكتب حاجات وراك عشان اروح اشوف اذاكر شوية ونراجع بعض المعلومات يعني. ربنا يزيدك ما شاء الله. باشمهندس محمد، أنا بشكرك جدا على الحلقة دي. حلقة متميزة جدا وكم معلومات رائع. إن شاء الله إحنا هنكمل الحلقة الجاية موضوع نفس الموضوع، ولكن إحنا هنتكلم على نقط مختلفة شوية. هنتكلم على الفيوتشر بتاع الاي اي، على إحنا بقى إيه السكيلز المطلوبة مننا وإحنا نستخدم الحاجات دي إزاي، وتطور الناس نفسها سواء إذا كان التكنيكال تيم أو المانجيريال تيم. هنتكلم هنغطي كل ده. أعتقد هتبقى في أسئلة كتيرة بقى، ممكن الناس لما تشوف الحلقة دي يبعتوا لنا الأسئلة ونقدر نحاول نجاوب عليها، أو ممكن نعمل حلقة خاصة بأسئلة الناس وممكن نجاوب على الأسئلة دي إن شاء الله. ان شاء الله مرة ان شاء تانية الله. بشكرك يا باشمهندس محمد جدا على الحوار الشيق ده، وبشكرك جدا على العفو. وقتك. واحنا كنا قلنا 45 دقيقة بقت ساعة وربع، فيعني ما شاء الله يعني. بشكرك جدا يا باشمهندس محمد، ونشوفك العفو. على خير بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. سلام.